فقال لي محتاج هو عامل يقف له في المحل ويبيع وشاطر وبتاع، وقال لي يعني، فقلت له رشحني انا وبتاع. فكلم عم ابو كرار، حد من اهله صار عنده يعني تعب زين. من بناته، واحد من بناته يمكن ما اعرف يعني، بس من واحد من الاهل تعب عنده، وقالوا له هنا الدكاتره قالت له لازم يسوي عمليه برا. عم ابو كرار بعد ما سافر الهند بعديها بست سبعة ايام كده، فجالي تليفون من اختي هدى، وقالت لي والدتك عمر تعبانه جدا ولازم تسوي عمليه مال زرع كده. وراحت اخت، بس العمليه تكلف $6000 60 ورقه. انا عارف انا ليه على طول بالذات بعت لها ال 4000. انا قلت عم ابو كرار هيتفهم موقفي، وهي يعني ال 4000 اللي ابو كرار قال لك انه سوق بيها للمحل، حولتها لاختي هناك. فبصراحه انا يعني بصراحه ما يعني مش عارف كنت اواجهه ازاي، فقفلت المحل قبل لا يجي. انا عارف ان عم ابو كرار طيب وكل حاجه، بس يعني ايه يعني الموقف نفسه هم صعب. هذا برنامجنا يتحدث عن المحبة وعن التسامح وعن الغفران في الحياة، والإنسان الشاطر والإنسان الناجح والإنسان اللي بده أن يكون قدوة للآخرين يسامح ويغفر. لا استاذ يزن، انا اعتذر منكم اخوان. انا عمو بس الاخ هنا اشوفه صف بقلبي، ما اريد اشوفه، يعني انا يجي اباوع بوجهه يعني من بس احتراما للكاميرا واحتراما للبرنامج. والدتي انت عارفها يعني، انا من غير ما اقول لك يعني كانت تعبانه، وانت في الهند يعني خبروني خابرتني، قلت لك لا خابرني، لا حكي. جيت لقيت المحل معزل، يابا وين الافندي؟ قال والله